الكولد كول، بعبع السيلز بيخافوا منه وما بيحبوش يواجهوه في حياتهم خالص، بس ضروري جدا وخصوصا في بداية المسار الوظيفي كبياع عقارات او كبياع عامة اللي انت تبتدي تعمل كولد كولز. الفكرة كلها وانت بتعمل كولد كول لازم تبقى فاصل ما بين شخصيتك الحقيقية واللي انت في المكالمة شخصية اعتبارية. يعني وانا بعمل كولد كول، مساء الخير، معاك محمد اسامة. يا سيدي بلاش محمد اسامة، قول اسم شهرة مختلف، قول محمد التوني، قول محمد ابو تريكه، قول اسم يكون جذاب كده مع العميل. والله طبعا لو هو يكون اسم عيلتك يعني مش هنختلق اسماء. بس الفكره في الشخصيه الاعتباريه ان ساعات كتير بنواجه الرفض. فانت لما انت بتواجه الرفض بشكل كوميدي او بسطر رحب، غير ما وانت بتاخد الموضوع على قلبك، ده العميل شتمني، ده العميل قال لي كفايه زهقتونا، ده العميل. جرب انت تكون فريندلي مع العميل. بمعنى ايه؟ وانت في الكولد كول، مساء الخير يا فندم، زي حضرتك عامل ايه؟ فالوهله هيعتقد اللي انت عارفه. هيقول لك ايه ده، مين معايا؟ تقول له معاك محمد اسامه من يونيك بروكر للاستشارات العقاريه. لا يا محمد انا مش مهتم. فحتى لا اللي هو بيقولها لك هتكون ظريفه، هتكون لطيفه، هتكون خفيفه على القلب، وفي الاخر مش هيعمل لك بلوك ولا سبام. لكن حته الهجوم المفاجئ على العميل، ومعاك يا فندم، والسكريبت بقى، معاك يا فندم محمد اسامه من يونيك جروب، حضرتك مهتم بالخدمات العقاريه؟ هو وش هيقول لك لا. فلازم اولا انت شخصيه اعتباريه، لازم تكون مؤمن بده، ولازم تعمل سيناريوز كتيره وحاجات كوميديه وانت شغال فين في الكولد كول، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله.